وتفهم ان الفرقه دي في عز اليومين دول او قبل كده هي عمرها ما تكون اتقل او تقيله على الاهلي. مهما كان اسمها، ما تقوليش غريم تقليدي ولا منافس ولا قطبي الكره المصريه ولا الكلام الفاضي ده. بقول لك فرقه مش موجوده حرفيا. تتكلم في ايه؟ انت بجد يا كولر جبان، وبجد ابتدى اقولها حرفيا فكرك بيقف، خصوصا في بعض التغييرات. يعني قلنا وسام نزل في الاخر عشان كان راجع من اصابه، اشرف بن شرقي نفس الكلام، بس بجد اشرف بن شرقي لعيب عالمي عالمي عالمي، جاب جون ولا اروع، وجراديشار لازم ياخد حقه. لعيب عالي جدا 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 وراجل. في لعيبه هنا يا كولر تقدر تبدا بيها وتلعب بيها مباراه زي كده، وفي لعيبه ما ينفعش ما تنزلهاش. انت اخطات يا كولر في مجمل الماتش، بس احنا النهارده شفنا اكتر من لعيب بيلعبوا كويس، بس في لعيبه قلنا عليها ما تبداش في ماتش زي بتاع النهارده. بجد يا كولر اخطات اداره المباراه ككل، وانت السبب في المقام الاول في حرقه الدم اللي احنا فيها، وخليت مدرب كان ممكن يمشي السبت الجاي قاعد ومكمل واتقال عليه جوارديولا. زي دي مش جايه تكسبك، فرقه زي دي لما بتتعادل معاك وبتسرقك في ماتش بتعيش عليه سنين. الله يسامحك يا كولر. وتاني